السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. الفيديو ده كان اخر يوم في رمضان، اللي احنا كنا متوقعين انه يبقى يوم وقفة، بس ده طبعا بعد كلنا ما شفنا الرؤية، فكان لسه في يوم كمان من رمضان، فقلت بقى ايه الفيديو ده. الحمد لله اني صورته. عاملة معاكم النهاردة صينية كوسة ولحمة وصينية رقاق ورز كده ايه مفلفل، اللي هي الواحدة اللي هي الحباية وحباية. هنعمله مع بعض شوية بقى شوربة لحمة حلوة قوي قوي. اللي دايما بتشتكي وتقول مش بعرف اظبط الشوربة سواء فراخ او لحم، تعالي اقولك السر في ايه. انت هتجيبي حلة وتحطي معلقة سمنة فلاحي، طبعا بيكون احلى واحلى. معلقة واحدة، ما تكتريش، هي معلقة واحدة، وتنزلي باللحمة بتاعتك او الفراخ، تشوحيها في شوية السمنة دول، وتكوني محضرة بقى طماطمية وبصلاية، ولو عايزة تحطي بهارات وملح، بس في الفراخ ما تحط، في اللحمة قصدي ما تحطيش ملح. انا بقى بعمل ايه بعد ما اللحمة ما تستوي؟ احط بقى فلفل، واحط لو عايزة احط بقى بهاراتي وكده، انما في الفراخ بحط كل حاجة من الاول، لان الفراخ ما بتاخدش وقت في التسوية. اهو نزلت بالبصلايه الكبيره، ونزلت بالطماطميه، وايه فضلت اقلب واشوح في اللحمه بتاعتي، وبرده يعني على نار متوسطه، اقوم مغطيه الحله وسايباها لحد ما لون اللحمه خالص ما يتغير زي ما انت شايفه كده، وتنزل ميتها. وطبعا ايه تكوني مجهزه كميه ميه مناسبه سخنه طبعا غلياها، وتنزلي بيها على اللحمه وتغطي وتسيبيها بقى تستوي ايه على مهلة. اول ما تخلص ابقي بهاريها وحطي الملح. عايزة بقى تعملي صينية كوسة ما تخرش المية، فيها ريحة وطعم اكل زمان، قطعي الكوسة واغسليها كويس ورصيها في الصينية، وخرطي بصلاية، ابشري بصلاية، قطعي بصلاية في الكبة زي ما يعجبك، عليها شوية ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمة أو فراخ زي ما تحبي. ما عندكيش كفاية الملح والفلفل والكمون، بس أهم حاجة تقلبي كويس جدا الخضار بالبصل، عشان تضمني ان الخضار يتبل بالبصل والتوابل كويس جدا. هو ده اللي صدقيني هيديكي طعم زمان في صينية الكوسة أو البطاطس. وبرده كنت ضاربة بقى طماطم بالخلاط، نزلت على الكوسة وشوية مية عليهم ومعلقة سمنة، حطيها على البوتاجاز تاخد غلوتين 3، وتكمل في الفرن بعد كده تسويتها. تمام، مش عايزة من أوله لآخره في الفرن، لازم تديها الوقت الكافي ليها، يعني قعديها ساعة في الفرن، ما تفتحيش الفرن عليها، وغطيها طبعا من على الوش كده، هي بغطا، عندك غطا مستطيل اكيد؟ لا، غطيها بورق ايه فويل، بس كده هتكمر بقى الحرارة بتاعتها فيها وتستوي. عملت شوية بقى رز كده ايه مفلفل، او رز الواحدة واحدة، حمري كده شوية رز في شوية سمنة وزيت، اول ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل ده تنزلي باقي الرز، تحطي بقى ايه المية على قد الرز وتملحي، وخلاص على كده وتسيبيها اهو. ونيجي بقى لصينية الرقاق، بما اننا كنا اخر يوم رمضان زي ما بدأنا الشهر نختمه، صينية الرقاق لازم تبقى موجودة على ترابيزتنا. وطبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل الرقاق من اسهل ما يكون، شوية شوربة وتقومي جاية حاطة الرقاق كده رقة رقة في الشوربة، وتنزلي بيها في الصينية، وبين كل رقة ورقة برضو شوية سمنة عشان يورق معاكي ومبقاش معجن، بس كده. وتكوني معصجة اللحمة بالبصل ومتبلة كويس، وتنزلي اللحمة المفرومة، ونبدأ نعمله الطبقة اللي فوق التانية برضو نفس الطريقة زي ما عملنا تحت. بالنسبة بقى للجلاش بيتعمل زي الرقاق بالظبط، بس ما بتبليهوش في الشوربة، دي اول حاجة. وتاني حاجة بعد ما بتخلصيه بتقطعيه قبل ما تسويه يعني، وتكوني عندك كده ايه كوباية لبن تتبليها وتملحيها وتقومي حطها على الوش، بس كده. ديت صينية الرقاق، والفرق بينها وبين الجلاش. هو ده الاكل يا جماعة اللي يعجب، هو ده الاكل اللي يشبع، هو ده اكل زمان ونكهة زمان،
وروح زمان. مهما اتعلمتي كريمات وبيتزات والكلام ده كله، لا لا لا، حطيه على جنب. اكل ستي وستك وامي وامك هو ده اللي شبعنا. حتتين اللحمة او حتة الفرخة على شوية الرز وشوية الطبيخ وشوية الشوربة، ويا سلام بقى لو قطعتين كده رقاق او جلاش، والله ما في احلى من اكل زمان. حبينا نختمه مع بعض الشهر الكريم باكل زمان وريحة زمان وجمال زمان، وربنا يعيده عليكم اعوام واعوام باذن الله. اللهم بلغنا رمضان اعوام عديدة. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا انا كنت لسه بكمل يعني رص الترابيزة من مخلل، من سلطة، من ملاحة، بس قلت اخد اللقطة او الحق اصور، لان اول ما بيقول الله اكبر بصراحة ما بقدرش اخرهم على ما اصور الشكل النهائي. بصراحة يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، بيصوموا ويروحوا دروس. طبعا رمضان بقى له تاني سنة يجي في دراسة، فالحمد لله على كل حال، ويعينهم ويعيننا عليهم يا رب، ويرزقنا برزقهم. دي بقى كانت الحاجات اللي انا كنت جايباها للعيد يعني، زي مسليات لبوزداني وذرة اسباني وكلام من ده، وشوكولاتات وبونبوني وحاجات بقى كتير. ربنا ما يقطع لنا عادة ولا يقطع لكم عادة، يا امين يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، تنعد عليكم الأيام بالخير واليوم والبركات، انتوا كل حبايبكم، امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.